حبايب قلبي، طمنوني عنكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. بدك هاي؟ ايه. قول لهم صباح الخير. قول لهم صباحا. بغير امرك انا. تعال اطعميك تمر، تعال. نزل من فوق عم بيقول لي ماما هذا ادم عم بفوت غرفة مريضته، قلت له ايه واذا يعني عادي. لا ايه شو بك معصب ليام، شو ما معصب ادم؟ ليش عم يفوت على غرفة مريضته؟ انت شو عم تعمل انت ادم؟ عرفت تفتحها؟ عرفت تفتحها؟ ماما افتح لك اياها؟ اخوك افتح له اياها. ليام افتح له اياها. ليام يفتح لك اياها. اخوك يفتح لك اياها. مو على الاساس معصب من ادم. عندكم الذاكرة ما شاء الله. امبارحة انا مو جبت هدول الملابس، امبارحة ما جربتهم، فقلت حالي بكره بجربهم. هلا كنت عم جرب هذا الفستان، فامبارحة قلت لكم انه كانه انا بتذكر كان عندي واحد منه وهيك، بس انا نسيانه بالمره. شو انتم مين وعجبوها حبيتهم يعني، فخلص هدول التنتين رح نعمل لهم طلب. انه صاير في ناس كتير غريبه، يعني اوفر غريبه عن جد. انه ما بعرف انت بشو عم تفكري، انه انت مخك هيك بشو عم تفكري؟ بس سؤال عن جد، انه عادي هيك فكري مع حالك. امبارحة انا اشتريت لها لميمي انه ملابس جديده، قال بتقولي عم تتحكموا بلبسها، حتى بلبسها شو عبدي عنكم؟ انه عن جد انت وين تفكيرك؟ مخك وين عن جد؟ والله عليكي بس سؤال. يعني اذا انا بجيب إلي طلبيات مثلا اوكي، وهي بالعكس طالما هي معنا بتشتهي مثلا بتحب كمان، جبت لها طلبيه بصير انه انا عم اتحكم بلبسها؟ انه عن جد ما بعرف كيف. لا اله الا الله، شو بيعرفني؟ شو دخل عم بتحكم بلبسها؟ جبت طلبيه وحبيت اجيب لها كم غرض تفرح فيهم، صرت عم بتحكم بلبسها وعبده ومدري شو. بالله عليكم عن جد كبروا عقلكم بقى، اقسم هي العادات عن جد عم بحكي معكم والله انه عيب والله عيب. قال عبدي عنكم يعني والله مو حلو هيك. ليش ما بتحبوا بعض؟ ليش ما بتتمنوا الخير للناس؟ ليش ما بتكون نيتكم صافية تجاه الآخرين؟ ليش ما بتاخدوا الأمور بنية طيبة، بنية حلوة؟ تاخدوا الأمور بالطرف الإيجابي مو السلبي. عن جد ما بعرف كيف شيء. شوفي بالنسبة للتوأم دخيل قلبهم أنا، والله يخلي لي إياهم. لما أنا عرفت إنه أنا حامل بتوأم وقالت لي الدكتورة إنه هن مو توأم شو كان؟ مو توأم متطابق، عرفتوا؟ فشو صرت اقول؟ انه ان شاء الله يكونوا بنت وصبي. عرفتوا كيف؟ لانه دائما اللي بيكون مثلا بيجي مثلا بنت وصبي، مو شرط يكونوا نفس الشيء. وغير هيك انه كان في احتمال كبير انه بس لما قالت لي انه لا الاثنين صبيان، انه مو بنت وصبي، فلا هيك احلى يعني، بالعكس حلوين هيك انه مثل بعض وبيشبهوا بعض. يعني انا صراحه لما جبت ادم وليام انه توقعت يكونوا كل واحد شكل وكل واحد مختلف عن الثاني. يعني حتى انا لما ولدتهم حسيت حتى مو متطابق، بس كيف هيك بيشبهوا بعض لهي الدرجه، يعني كانه توأم متطابق. انتوا فهمتوا كيف؟ فوالله هيك. اما انا يعني لما عرفت حالي انه حامل بتوأم غير متطابق صرت اقول يلا ان شاء الله يكونوا بنت وصبي، انه مشان يصيروا بنتين وصبيين. على هي قالت لي الدكتوره انه هن كل واحد بمشيمه وكيس، يعني مختلفين عن الثاني. بعدين انا اللي عرفته انه الوحده لما بتكون حامل بالتوأم كل ما تاخرت انقسام البويضه فبيكونوا توأم متطابق اكثر. عرفتوا كيف؟ اما لما البويضه بتنقسم بسرعه، يعني بتكون هي مثلا هن توأم متطابق بس البويضه انقسمت بسرعه كتير، فبيكونوا مثلا كل واحد بكيس. احيانا بيجي توائم ملتصقه في بعض الحالات بتكون انه البويضه اتاخرت كتير لحتى انقسمت، لهيك بيجوا احيانا توائم يعني توأم ملتصق. لانه سبحان الله انه دائما اللي بتكون حامل بتوأم انه في اخطار كتير، يعني غير اللي بتكون مثلا حامل بطفل واحد. فهي اما هو بالنهايه كل شيء بيجي من رب العالمين يا محلاه، والله يخلي لي اياهم ويخلي لكم احبابكم. توأم متطابق بس انقسمت البويضه نصين بسرعه ومن هذا الحكي، لانه الدكتوره اللي قالت لي اياه انه لا هن توأم غير متطابق. بس لما اجوا وكثير والله يعني ادم وليام لسه لما كانوا اصغر من هيك
كانوا بيشبهوا بعض اكثر بكتير من هلا. بس صراحه كل ما عم انه الاختلاف والاختلاف اللي بينهم مو اختلاف تفاصيل، لا التفاصيل نفسها، بس كشكل عام في اختلاف. ها هي لانه في منكم انتم لهلا انه ما بتقدروا تميزوا بين ادم وليم. بس اذا انتم مثلا قعدتوا معهم فتره بتصيروا بتميزوا. عرفتوا كيف؟ اللي بيقعد معهم بصير انه بيميز. اليوم انتم شو مشاريعكم؟ شو بدكم تطبخوا؟ انا اليوم احتمال اسوي ملوخيه. شفته اول امبارح قال لي اليكس اعملي لي فاصوليه وبكره سوي لي ملوخيه، فشكله جاي على باله يا عمري. فهلا اطلعت قلت حالي اسوي ملوخيه بالدجاج طيبه كمان، صار لي زمان ما سويتها. وانتم شو بدكم تعملوا اليوم؟ بكره اخر يوم عطله، ويوم الاثنين حترجع المدرسة. خلصوا العطلة الأولاد. حاسستهم كتير فرحانين. عندي أليكس دخيل قلبه شطور وكتير بحب المدرسة والله. قال لي ماما بعد بكرة في مدرسة، ياه اشتقت لها المدرسة. الحمد لله إنه هو بحب المدرسة. بس قالت لي هم آدم وليم هلا مو صار لهم فترة وعم يسهروا شوي وعم يتأخروا بالنوم وما عم بيفيقوا بكير. هلا اذا بدي فيون اول فتره يعني كانه بلشوا من المدرسه من اول وجديد. بعاني معهم بس هيك اول كم يوم، بعدين بيرجعوا بيتاقلموا. مو انا جبت هذيك المره الكيمون من لافي ان روز قلت لكم طلع صغير فبدلته وجبت اكبر لانه صراحه كثير حبيته عجبني، بس حسيته شوي صغير. اما اللي لونه زيتي طلع كثير حلو على اللبس، يعني مو صغير بالعكس حسيته شوي كبير لسه، بس قلت عادي فجبت هاد اكبر. هداك اللي كنت جايبته مقاسه سمول، هذا مقاسه ميديوم، جبته ميديوم. فنشوف هلا هو تمام. اما اذا ما سكرت على بعضها معناتها ضيق. عرفتوا؟ حبيته كتير خاصة اكمامه كتير عجبوني. هي من هون نشوف. ايوه شايفين هلا هيك نظامي. طالما هاي اتسكرت وربطت على بعضها هيك معناتها تمام، وبنفس الوقت ما لازم يشد. هو هذا اصلا يعني قصته غير قصة الازرق الاخضر. شايفين كيف؟ هلا هيك 100 كتير حبيته، بجنن كتير حلو. حتى نوعية وكمان البيجامة اللي فيها ورود اللي قلت لكم نازله جديد، جبت وقتها منها كم قطعه، الشورت والتيشيرت وهي والتوب لهون اللي صاير نص بطن، والبنطلون اللي كله عريض. هدول التنتين حبيتهم مع بعض فتركت التوب وجبت بنطلون اصغر لانه هداك كان كثير اجى علي، فجبت اصغر نمره. اصغر نمرة مشان يطلع احلى. تخيلوا هذا اكس سمول، شوفوا هاد اكس سمول، شايفين؟ لانه انا اللي كنت جايبته كان سمول مقاسه فطلع كبير كثير عند الخصر، فجبت واحد اصغر لانه مثل ما قلت لكم هو هاي البراند يعني قوالبهم كبيرة. عرفتوا كيف؟ فانا دائما بجيب اصغر من مقاسي الحقيقي. هلا ها شوفوا نظامي، شايفين؟ يعني هيك الخصر على قياس خصري بالضبط، لانه هو حتى من تحت صاير فلو يعني عريض، فهو هيك عم يجي عريض. بس اهم شيء الخصر انه على الاقل يجي ثابت، مو يسحسل هيك لتحت بيطلع مو حلو. فهاد حيجي لهون، والتوب اللي فوق صاير كم وهيك صايره ضيقه ولهون يعني على البطن كتير حلوه على اللبس. كتير عجبتني صراحه ومريحه للنوم، كتير عجبتني. فهلا هيك هدول خلصناهم، حنخليهم وهذين لازم ارجعهم مشان نعمل لهم طلب لك انا اشتريت لك كم قطعه افرحها. يعني شوفوا كيف نيتي، وهن الناس عن جد كيف نيتهم. اقسم بالله احيانا بنصدم انه عن جد في هيك ناس بالحياه، والله العظيم بتصدقوا ولا بكيفكم؟ لانه لما بتكونوا عايشين بالحياه الطبيعيه مستحيل انسان يجي يقول لك اللي جواته او يعني اللي عم يفكر فيه انه وجها لوجه. عرفتوا كيف؟ بس لما بتكونوا مثلا بتشوفوا تعليقات الناس على السوشيال ميديا وهيك، احيانا بقول عن جد في هيك ناس بالدنيا.
انه لهالدرجه هيك؟ عملتيه عبده؟ لك شو عبده وما عبده؟ شو انتم عم تحكوا؟ فرحتها بكم قطعه بصير عم بتحكم بلبسها؟ يعني كيفك؟ معناتها انا بشتري لبن لو مثلا لبنتي لابني، معناتها انا عم بتحكم فيهم. انه كيفك بتفكر؟ والله العظيم بس انت ايه معلش ما صدق. انا على فكره ما بيضايقوني والله العظيم، بالعكس انا حتى لما في حدا بيكتب لي مثلا تعليقات انه بتشوفوني برد عليه بكل هداوه، يعني ما بتفكروا انه مثلا هن بيستفزوني او بيأثروا فيني، لا والله. انا اي حدا مثلا احيانا حتى بيكتب لي تعليقات انا برد عليه بكل هيك، يعني بكل اريحيه بكل هدوء، يعني ما بيقدروا يستفزوني. فهمتوا لانه انا بعرف حالي شو، فهمتوا كيف؟ يعني ما بعرف الناس احيانا بتتدخل باشياء انه مو شرط يعني بيشربوا ولا عمري انه اذا انا انه الكره مو كلمه قليله. الكره بما معناه انه انا بتمنى الاذيه لهذا الانسان، هي هذا معناتها الكره. فانا مستحيل اكره شخص انه مو اذيني ومو عامل لي شيء. فعرفتوا كيف؟ فهي الدنيا، فهي هيك يعني. لا والله انا بعمري ما قلت لها انه انت اذا بدك تجيبي شيء ادفعي انت او جيبي انت، لا والله اي شيء انا بجيب لها اياه مني، لانه خلص هي طالما هي معنا نحن مسؤولين عنها. مثلا شو بتحب انه اجيب لها اشياء، اذا لازم اي شيء بقول لها قولي لي ما تخجلي مني، اي شيء بيلزمك قولي لي، اشيائك الخاصه حابه يعني تجيبي شيء. فهو هاي الموضوع. وحتى والله العظيم في منهم بيقولوا لي انه انت ليش عم تخليها تلبس هاي الملابس العاديه، لازم تجيبي لها انه ملابس خاصة تلبسهم وكذا. بالعكس انا صراحة بفكر انه لا، يعني انه انا ليش مثلا اجبر على لبس معين؟ انتوا فهمتوا علي انه شو اللبس المعين اللي هي لازم تلبسه. انا بالعكس يعني هي ابسط، بحس انا ابسط حقوق بالحياه انه هي تلبس اللي بيريحها وتلبس اتلا. شوفيهم قيسيهم، اللي حبيتيهم خليهم، واللي ما حبيتيهم يعني اعطيني اياهم نعملهم طلب ارجاع عادي او منبدلهم. فانا بالعكس ليش اخليها تحس انه هي عندها لبس معين لازم تلبسه؟ يعني هي مشان تحس حالها